السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية برحب بكم وبرحب بالناس اللي متابعيني والناس اللي اشتركت عندي في القناة، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناة ان شاء الله. عندنا شوية مواضيع النهاردة كتير عايزين نتكلم فيهم، وعايز اخد ارائكم في كام موضوع، واتمنى من حضراتكم تردوا عليا في الكومنتات ان شاء الله، وتعملوا لايك وشير باذن الله للفيديو ده عشان الفيديو ده جامد، واتمنى متابعتكم لنهاية الفيديو ان شاء الله. هنتكلم مبدئيا على الاهلي ان شاء الله بيجهز لعمل مؤتمر عالمي للاعلان عن الاستاد ان شاء الله باذن الله، والمدينه الرياضيه اللي الاهلي هيعملها ان شاء الله في مدينه زايد في 6 اكتوبر باذن الله، مع المشاركه مع شركه الانز الالمانيه. ان شاء الله باذن الله قريب قوي الاهلي يعلن عن المؤتمر وعن ميعاده باذن الله. ان شاء اول ما نعرف اي معلومه عن المؤتمر امتى باذن الله قبل اي حد هنقولها لكم ان شاء الله، واحنا باذن الله انتم متعودين مننا على كده. ان شاء الله احنا قلنا موضوع امام عاشور، ولسه عندنا النهارده موضوع كبير قوي هنتكلم فيه بتاع امام عاشور وقصه تاخير الاعلان عنه والكلام ده كله، وهنتكلم على المدرب الجديد، وهنتكلم عن نادي الزمالك، وهنتكلم على البطوله العربيه، وهنتكلم على مستر اسيرو والقلق اللي مستر اسيرو عامله في البلد. طيب اتكلمنا عن ان شاء الله باذن الله المؤتمر باذن الله بتاع الاستاد، وان شاء الله باذن الله قلنا عن قريب، وهنتكلم بقى عن الاهلي وصفقات الاهلي واللعيبه اللي جايه واللعيبه اللي رايحه واللعيبه اللي هتطلع اعاره والكلام ده كله. النهارده الاهلي كان عنده تدريبات استعداد لمباراه استلام الدرع ان شاء الله باذن الله يوم الاربع مع نادي حرس الحدود. احنا عارفين ان حرس الحدود بالفعل هبط، والاهلي يهمه في الماتش ده ان هو يطلع بصوره كويسه، اداء كويس ونتيجه كويسه، واستلام ان شاء الله باذن الله الدرع في الملعب باذن الله هيكون يوم الاربع بعد مباراه حرس الحدود ان شاء الله. اتمنى الاهلي التوفيق، و ربنا يجعلنا كده يا رب في افراح كتير، وباذن الله نسعد بيه ويحقق لنا البطوله بتاعه الكاس، ويحقق لنا بطوله كاس السوبر ان شاء الله. طيب امام عاشور والقصه بتاعت امام عاشور والقلق بتاع امام عاشور اللي عامله في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي نادي ميتلاند الدنماركي. احنا عارفين الاهلي، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل اي حد بفضل ربنا، وقلنا الامام عاشور في الاهلي. طيب ايه اللي اخر اعلان امام عاشور، وايه اخر مستجدات امام عاشور؟ امام عاشور النهارده امبارح صور في النادي الاهلي وصور الفيديو بتاعه اللي هو ان شاء الله باذن الله هيكون الاعلان بتاعه ان شاء الله باذن الله. وكان في كم حاجه بسيطه كده وطوش بسيطه كده في عقد امام عاشور مع نادي ميتلاند. احنا عارفين ان الاهلي خلاص امام عاشور مع اللعيب وخلص مع نادي ميتلاند، بس كان في رتوش بسيطه. الرتوش البسيطه اللي هي لما امام عاشور اتصاب ونزل يتعالج في مصر، كان المفروض يقعد اسبوعين ثلاثه ويرجع تاني ميتلاند يكمل بقيه علاجه هناك. امام عاشور للاسف لما نزل ما رجعش تاني، ودي عملت مشكله ليه وعملت عليه تاخيرات وغرامه تاخيرات في رجوعه لنادي ميتلاند. لما الاهلي جه يخلص مع نادي ميتلاند، نادي ميتلاند كان بيطالب امام عاشور اللي هو يدفع الفلوس اللي عليه بتاعه الغرامات او الاهلي يدفعها. فدي نقطه من النقط اللي اخرت اعلان الاهلي عن امام عاشور. الاهلي وامام عاشور اتواصلوا لنقطه وسط، وامام عاشور يتحمل نص الغرامه والاهلي يتحمل نص الغرامه الثاني. طيب امام عاشور باذن الله احنا قلنا الصور، وباذن الله النهارده او بكره بالكتير قوي الاهلي هيعلن امام عاشور وينزل له فيديو الاعلان بتاعه والصور بتاعته بالتيشيرت الاحمر ان شاء الله. نتمنى لامام عاشور التوفيق والانسجام في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نشوف لعيب كويس جدا جدا في خط النص بتاع النادي الاهلي، ويقدر يعوض غياب حمدي فتحي باذن الله ان شاء الله. وده احنا كلنا مستنينه من امام عاشور، ونتمنى اللي هو يعوض غياب حمدي فتحي باذن الله. طيب سوزا خلاص يعتبر بنسبه 100% اللي هو موجود في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله خلال النهارده او بكره اللعيب هيكون موجود في القاهره لاتمام التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي والكشف الطبي بتاعه، وان شاء الله باذن الله هيكون لعيب اضافه للنادي الاهلي. احنا اتكلمنا على سوزا وهنتكلم عليه تاني عشان الناس اللي ما كانتش متابعانا. سوزا لعيب برازيلي عنده 30 سنه، بيلعب راس حربه،
لعيب محطه، مفيد جدا للنادي الاهلي، ولعيب امكانيات جسمه قوي، وان شاء الله باذن الله هيعوض غياب راس الحربه او النقطه المفقوده في النادي الاهلي اللي هي بتاعت راس الحربه دي ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين اللي هو لعيب هيدرز، بيلعب برجله اليمين والشمال، بيقدر يشوط من بره ال 18، رجله حلو قوي على الجون، وان شاء الله باذن الله يكون اضافه في النادي الاهلي. هنزل لكم انا صوره سوزا ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله باذن الله. طيب اتكلمنا على سوزا واتكلمنا على كولر اللي هو معجب بيه جدا، وخلاص يعتبر بنسبه مليون في الميه اللي هو موجود في النادي الاهلي. موليكا والكلام اللي رجع عليه موليكا، هل موليكا الاهلي بيفكر فيه؟ احنا عارفين ان كولر معجب جدا بموليكا وكان نفسه يضمه قبل اي راس حربه تاني. طيب الاهلي رجع يتكلم تاني على موليكا، واحتمال موليكا ان شاء الله باذن الله يكون في الصوره ويكون قريب قوي في النادي الاهلي، هيكون اضافه كبيره جدا. هيقدر الراجل يلعب باثنين رؤوس حربه لو ضم سوزا وموليكا، او لو راس حربه واحده الاثنين باذن الله واحد منهم هيسد. احنا عارفين الاهلي داخل في بطولات كتيره جدا، هيلعب كاس، هيلعب كاس السوبر الافريقي، هيلعب كاس دوري كاس البطوله الافريقيه، وهيلعب الدوري، هيلعب كاس مصري، عنده كذا بطوله، وبنحتاج اكتر من لاعبين مع السفر مع الاصابات مع الكلام ده كله، بنحتاج لعيبه كتيره جدا. وان شاء الله باذن الله الراجل حاطط خطه كده اللي هو يبقى في كل خط لعيب واثنين وثلاثه على مستوى عالي، وان شاء الله ده اللي احنا بنتمنى نشوفه وجماهير الاهلي تتمنى تشوفه. طيب في حال لو موليكا انضم، او في لعيب كمان اسمه رضا سليم كنا اتكلمنا عليه، ده في حسابات الاهلي. لو موليكا ما جاش احتمال كبير قوي رضا سليم هيجي. احنا عارفين رضا سليم بيلعب رقم 8 وبيلعب رقم 10، وهيكون مفيد جدا للنادي الاهلي. سيان ده جه او ده جه ان شاء الله باذن الله، في الحاله دي القندوسي هيخرج بره النادي الاهلي على سبيل الاعاره. احنا عارفين القندوسي كان جه السنه دي من الجزائر، هو لعيب صغير، لعيب مفيد جدا للنادي الاهلي وشفناه لعيب كويس قوي، بس ان شاء الله باذن الله لو خرج سنه اعاره ورجع ان شاء الله باذن الله هيكون مستواه ارتفع اكتر من كده، ويكون الراجل اقتنع بيه اكتر من كده، لان كولر تحس ان هو مش مقتنع بيه قوي. فنتمنى باذن الله ان احنا نشوفه لعيب كويس في النادي الاهلي، ونتمنى نشوف موليكا او رضا سيكا باذن الله، رضا سوري سليم في النادي الاهلي. طيب هنتكلم النهارده على نجم الشباك في الاحتفالات. مين هو نجم الشباك في الاحتفالات؟ هو طاهر محمد طاهر. اللعيب ده انا واحد من الناس كنت بطالب اللي هو يخرج بره الاهلي اعاره او عرض بيعه لاي فرقه تانية، بس الاحتفالات اللي هو بيعملها والحاجات اللي هو بيعملها ومستواه اللي بيقدر يرتفع من مباراه لمباراه بنخليه او بنخلينا متمسكين فيه في النادي الاهلي، وبنطالب اداره النادي الاهلي الراجل ده يبقى مسؤول عن احتفالات النادي الاهلي في الفريق كره القدم. واتمنى من كابتن فوي مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا اللي هو يضم طاهر محمد طاهر للمنتخب. لو حتى ما استفدتش بيه في الملعب هتقدر تستفاد فيه في الاحتفالات بتاعه المنتخب مع فوز المباريات ومع فوز البطولات ان شاء الله باذن الله. طب بوبو وكلامه القلق الكتير على بوبو، احنا قلنا بوبو بنسبه مليون في الميه موجود في النادي الاهلي. كانت ناس رتوش بسيطه قوي ما بين اداره الاهلي واداره فيوتشر على اللعيب وتخليص اللعيب من نادي فيوتشر. كلام بس بسيط قوي دلوقتي، هل الاهلي هيديهم لعيبه؟ هل الاهلي هيدفع المبلغ كله؟ طب لو ادينا لهم لعيبه ومبلغ هنقدر ناخد بوبو ونقدر ناخد محمود مرعي. محمود مرعي قلنا مفيد جدا، مدافع قوي جدا ومفيد جدا للنادي الاهلي، ويقدر يساعد محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وربيعه ومحمود متولي في الخط النص ده، لان احنا قلنا محتاجين لعيبه كتير جدا بكثره البطولات اللي الاهلي داخل فيها. فان شاء الله باذن الله نتمنى اللاعبين يتضموا للنادي الاهلي، هيكونوا اضافه كويسه جدا للنادي الاهلي. طيب بالنسبه للشيخ رجب بحة والقلق والكلام الكتير على الشيخ رجب بحة والكلام اللي المستشار مرتضى منصور طلع قاله على الراجل ده. النهارده المستشار محمد رشوان محامي النادي الاهلي رفع قضيه على
المستشار مرتضى منصور لصالح الشيخ رجب بحة. هنشوف الايام الجايه دي القضيه دي هترسى على ايه، ونشوف باذن الله الراجل، لان الراجل طلع اشتكى وعنده بنات على وش جواز، والراجل الغلبان احنا قلنا اللي ربنا يديله الصحه يا رب ويقويه شغال بنا، و اهله واهل بيته وعيلته كلها اتاثرت بالكلام اللي السيد المستشار قاله. فنتمنى باذن الله الخير للراجل، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الموضوع يكون خير للجميع ان شاء الله. طيب الايام دي تقريبا يوميا في اجتماعات ما بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكابتن كولر المدير الفني. الكلام رايح جاي ما بين الخطيب وما بين كولر على مين اللي هيجي من الاعراض، مين اللي هيتضم، مين اللي هيمشي، مين اللي هيطلع اعاره، مين اللي هيطلع بديل للعيبه ويخش في صفقات تبادليه. عارفين ان كابتن مستر كولر مهتم قوي برجوع محمد شكري، لانه ده محمد شكري هو هيبقى البديل المناسب والانسب لعلي معلول في الباك الليفت. والراجل عايز كريم نتفد وبيتكلم عليه لانه هيبقى اضافه برده لخط النص بتاعنا، وعايز صلاح محسن يلعبه وينج ليفت مع عبد القادر وحسين الشحات، او ممكن يجيب حسين الشحات لو ما جبناش اللعيب المحترف اللي بيلعب وينج، يجيب حسين الشحات مع بيرستو ويقدر يعتمد على احمد عبد القادر وصلاح محسن في الناحيه الشمال مع طاهر محمد طاهر. الاهلي عارض شادي حسين للبيع، واحنا قلنا شادي حسين بنسبه كبيره قوي خارج النادي الاهلي الموسم الجاي، وان شاء الله باذن الله راح زد هو وعلي لطفي لو الشناوي ما خرجش، واحتمال كبير قوي الشناوي ان شاء الله باذن الله يفضل في النادي الاهلي وما يخرجش بره النادي الاهلي وبره فريق النادي الاهلي. طيب ان شاء الله باذن الله الموضوع بتاع كهربا بنسبه كبيره بنسبه كبيره جدا قرب يتحل، لان كهربا جاهز مبلغ من المال، والاهلي باذن الله يكمله المبلغ الثاني ويقدر يدفع الغرامه. لو كهربا دفع الغرامه هنشوف لعيب احسن من اللي احنا شايفينه في الملعب، هيكون الراجل ده مخه وتفكيره الذهني خلاص بقى صافي، ونقدر نشوف مستوى غير المستوى اللي احنا بنشوفه من كهربا. المباريات اللي فاتت تلاقي مباراه كويسه قوي يقدر يهدف، مباراه تانية ما بيقدرش يهدف. فان شاء الله باذن الله مع دفع الغرامه بتاعته باذن الله هيكون ذهنه صفي، وهنقدر نشوف منه حاجه كويسه باذن الله. ايمن اشرف احنا عارفين اللي هو خلاص كده بنسبه 100% خارج النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق. لعيب راجل قوي ولعيب محترم قوي وادى الاهلي كتير، واتمنى له التوفيق في حياته اللي جايه ان شاء الله. زياره حسام عاشور وصدى الزياره بتاعت حسام عاشور للنادي الاهلي. حسام عاشور احنا عارفينه اللي هو الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، اكتر كابتن قدر يشيل بطولات في النادي الاهلي. اتمنى موضوعه، واتمنى من الكابتن خطيب اللي هو يسامح حسام عاشور، واتمنى له اللي هو يعود للنادي الاهلي في الكارير بقى اللي هو الاداري كمدرب في الناشئين ان شاء الله باذن الله. اتمنى حسام عاشور يكون في الايام الجايه دي موجود في النادي الاهلي، لان احنا عارفين الاهلي ما بيرميش ولاده، وحسام عاشور يعتبر ابن من ابناء الاهلي، واتمنى له خير ان شاء الله باذن الله. اتكلم على الزمالك والبطوله العربيه مستر إسيرو. من وجهة نظر أنا مستر إسيرو هو طبعا أدرى بالفريق بتاعه، بس من وجهة نظر الأجازة كبيرة قوي في فترة كان المفروض الزمالك يعمل فيها إعداد للبطولة العربية، لأن البطولة العربية مشترك فيها أندية كبيرة قوي، والأندية دي دعمت، ولسه الزمالك ما دعمش بلعيبة في الفريق بتاعه. احنا شايفين مستوى الزمالك في الدوري المصري، في مباراة المقاولين كان كويس جدا، في مباراة فيوتشر كان كويس قوي، في مباراة الاهلي للاسف قدر يخسر 4-1 وما قدرش يظهر اللعيبه بتاعته بمستوى كويس، الا كام لاعب معدود كده على الاصابع. جزيري واحد منهم، زيزو واحد منهم، واحمد فتوح لحد ما كان كويس، حاتم سكر كان كويس. اتمنى للزمالك باذن الله المشاركه في البطوله العربيه، واتمنى اشوفه بمستوى كويس يليق بيه باسم نادي الزمالك وباسم مصر ان شاء الله. طيب سيرو واللغط والكلام اللي عليه اليومين دول والنهارده بالذات، والكلام اللي قاله امبارح على
منتخب مصر والدوري المصري اللي مفيش حد بيلعب بخطة كويسة ومفيش لعيبة كويسة في الدوري المصري. تسمح لي اقول لحضرتك اللي احنا في ال30 سنة اللي فاتوا دول واخدين 8 بطولات افريقيا بالنسبة للمنتخبات، وكان المنتخب بتاعنا من 2006 ل 2010 بينيم افريقيا كلها من مش من المغرب، من العصر. كان عندنا فريق مرعب من 2006 ل 2010. 98 خدنا البطولة وحسام حسن خد هداف البطولة، وكان عندنا احسن لعيبة في البطولة بتاعت 98. الاهلي قدر ياخد من 2005 مثلا لحد 2023 خد 9 بطولات تقريبا افريقيا او 8 بطولات. الاهلي في قدر يحضر نهائيات كتيرة جدا في البطولة الافريقية. لا احنا عندنا فرق كويسة وعندنا منتخب كويس، واتمنى من حضرتك تراجع الكلام ده، واتمنى من حضرتك تراجع خططك انت، لانك انت كنت كسبان مثلا فاركو امبارح 2-0 وما قدرتش تحافظ على النتيجه، وفاركو كان ليها ضربه جزاء ما اتحسبتش، وكان فاركو لعيبته تقدر تجيب اكتر من هدف. فاتمنى حضرتك تراجع الكلام ده وتشوف فرقتك وتشوف الخطط اللي انت تقدر تلعب بيها في البطوله العربيه، واللعيبه اللي هتقدر تعتمد عليها في البطولة العربية. لأننا احنا نتمنى اللي الزمالك يحصد البطولة دي، ونتمنى الفريق بتاع الزمالك المصري يطلع نشوفه بمستوى كويس، واحنا ان شاء الله باذن الله كلنا في ظهر الزمالك في البطولة العربية، ونتمنى الزمالك يحصد البطولة العربية. كنت عايز اخد ارائكم في هل الزمالك هيقدر يحصد البطولة العربية دي حاجة، وهل تتمنى مين ينضم في الايام اللي جايه دي لنادي الزمالك عشان يقدر يقيم بيه القايمه بتاعته، وندخل بقايمه قويه في البطوله العربيه. و هل انت مع احتراف زيزو وفتوح ولا مش معاهم؟ واتمنى من حضراتكم الرد عليا في الكومنتات، واتمنى اكون عند حسن ظنكم بيا، وبشكركم على حسن استماعكم ليا. وفي النهاية بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.